هنا الكرة اتقطعت من مروان عطية، ما عرفش ياخد الكرة. مروان عطية اتلعبت في ظهره، محدش مغطي. هتسمع النهارده كلمة ارجع ارجع ارجع. عمرو الجزار بيترقص، الكرة بتتحط في قلب المرمى. تعالوا نشوفها تاني من اولها واسمع معايا كلمة ارجع ارجع. محدش رجع، اتلعبت في ظهر النهارده كريم فؤاد. راح عمرو الجزار بمنتهى الغشومية، بمنتهى الغشومية، وترقص ترقيصة وحشة جدا جدا جدا، واتلعبت في ظهره. وادي مصطفى الشوبير اللي ما فردش ايده برضه، والكرة راحت. وادي الهدف الاول في مرمى النادي الاهلي في المباراة الودية اللي خسرها الاهلي 2-1. ما شفناش اخر تجارب قبل برشلونة. وادي الهجمة الثانية في ظهر كريم فؤاد برضه، اللي الاهلي بيؤكد ما ينفعش يلعب هنا. وعرضية محمد هاني وعمرو الجزار، المسافة بينهم واسعة جدا، وعمرو الجزار ما بيغطيش. وادي الهدف الثاني في مرمى النادي الاهلي. ما تبص النهارده دي اخطاء كارثيه، ما ينفعش انها تطلع. عمرو الجزار بيخلص على نفسه بدايه الموسم، لان في الجول الاول باع نفسه بسهوله جدا وبغشوميه جدا. مش معنى ان هو عنده صلع وراثي يبقى شبه الكابتن وائل جمعه. وفي الكره الثانيه زي ما حضرتك ما شايف، مسافه بعيده جدا بينه وبين محمد هاني، اتلعبت الكره في ظهره واتحطت في قلب المرمى. امور غير مبشره قبل بدايه الموسم. الاهلي خرج من افريقيا وخرج من كاس العاصمه وخرج من كاس مصر، والاهلي الثالث. أيوة. الاهلي هيلعب في الكونفدراليه يا عم وايه يعني؟ الاهلي افضل لو يلعب في مؤخرتك، مش هتقولها وانت قرفان كده. اللي هي بطوله البط الكيني والوز الاوغندي. عادي. الاهلي هيلعب مع برشلونه مباراه وديه. دلوقتي بقى بطوله البط الكيني، ما انتوا كنتوا بتلعبوها مبسوطين، مالها وديه برشلونه؟ يعني نقدر نقول ان مودرن سبورت هو اللي يعادل برشلونه مع الاهلي. الكلام ده ما يتقالش. ماتش ودي ايه مع مودرن سبورت زي ماتش الاهلي ببرشلونه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ الناس دي اتهبلت. الكلام ده انت اللي زيك ماشي يوم الثلاث. فجأة لقيت اتنين جايين من اليمين، وبناته الصغيرين، الاتنين بناته صغيرين جايين من اليمين بيضربوني في ظهري، وابنه وبنته الكبار جايين من الناحية التانية. قوم معانا، قوم بأبوهم بيشدوا في أبوهم بيقوموه. طلقته ما ظهرتش خالص أصلا، خالص نهائي. ركزوا معايا هنا، عشان هنا بتقول طلقته طلقته. شوف بقى شويه هتقول ايه. هوبا مسكت الفنجان القهوة سخن مولع، راح قلبين الفنجان في وشي. قمت نطيت من السخونية، عمالة أصرخ من السخونية. مسكوني سحلوني، بنته الكبيرة مسكتني زي ما باين في الفيديو، راحت سحلاني من شعري وسحباني، خدتني من أول الكراسي لغاية الكافيه. ده المفروض كانت تطلع بيك على طريق اسكندريه الصحراوي من شعرك. أبوهم واقف في وسطنا حرام، هو مش عارف يعمل إيه. هو مش عارف يمسك في عياله ولا يمسك فيا ولا يمسك فيا. اللهم انت حسبي ونعم الوكيل يا رب. مش عارف يمسك في دول ولا يمسك في دول. غلطت الراجل وخيتيه يغمى عليه، بتقول حاسب انا ما الوكيل. صعبان عليك قوي، ما انت اللي كلمه حطها في الودان. حسام مالوش هردان غير يا حسام. سحبوني، خدت بوكسات، خدت شلاليت، خدت بوكسات وخدت شلاليت. خدتي شلاليت؟ ده انت فوق كنت تاخدي حاجات تانية على شلاليت دي. وهما بيدخلوني مسكوا في عيالي، ضربوا عيالي، ضربوا العيال الصغيره اللي هم اخواتهم، يعني اخواتهم دول، اخواته عامر وان دول اخواتهم. طب بلاش الشغلانه دي الكبار ده، طب اخواتكم مش انت امهم؟ يبقى يتضربوا يتضربوا. اتصلوا بالنجدة بره تقريبا. بعد ما جت النجدة قال لهم لا احنا مش عايزين نعمل محضر. محضر ايه؟ محضر ايه؟ محضر ايه؟ ده ناقص تقول لك ضربني وبكى سبقني واشتكى. مش انت طلعتي منام سعيده تخبطي في حسام حسن؟ دلوقتي بقى حبيبك من النسوان الفورمه بتجيب الحرمه، والحرمه بتضيع الفورمه. يفهموا ان حسام المستهدف. قصة مش قصة دكتين، قصة انه يمشي، انه يتحارب، ان الموقف يبقى ضده. حاربوه بطناه، مش بزواج، مش بزوجاته. لو في حد عايز يوقع حد هيعمل نفس اللي بيحصل ده. وقفوا جنبه، وقفوا في ظهره، حتى لو هيبقى له وقفوا جنبه وضدي، وقفوا جنبه. حسام ملوش ذنب، خرجوا حسام من القصة. حسام ملوش ذنب. انت كنت نيلتيه خرجتيه، ما انت اللي سحلاه وراكي حفله محمد رمضان وحفله احمد سعد وحفله النهارده عمرو دياب
ما كفايه وليه تهدي. هي قصدها تدخل حسام وتخليه ذنبه وتخليه بني آدم ظالم وتخليه غير قادر إنه يبعد بين البيتين. كان حسام لا حول به ولا قوة. دلوقتي بيتين، مش من شويه كانت طليقته. حسام لا حول له ولا قوه. صعبان عليكي؟ مرمطت الراجل، خليتي سيرته على كل لسان. بص لي يا حسام. حب 11 سنة يخلي العلاقات كويسة ويفهمهم إن دول إخواتهم ويفهمهم إن خلاص حياته معهم انتهت وإنه بيحبهم جنبهم. والله المفروض كان تنتهي معاك انت كمان. مش عارف هو عايش معاك ازاي الراجل ده. ما توقفوش جنب الجان، ما توقفوش جنب الجان يا مصري. خليكوا أذكياء، خليكوا أذكياء، خليكوا أذكياء. الأكونت بتاعي بقاله 15 سنة، 15 سنة بتنزل عليه منهم من 10 سنين صور ليا أنا وجوزي وولادي. اشمعنى التوقيت ده؟ انت مستفزة جدا. ليه بتقولي التوقيت ده كده كأنك غلبانة يعني؟ اشمعنى التوقيت ده؟ اشمعنى بعد الحدث اللي بعد النجاح اللي كله ظهر كنتوا فين وحسام قاعد في البيت سنة من غير شغل؟ ما هو بعد اللي انت عملتيه فيه ده هيرجع عاطل تاني يخرب بيتك. كنتوا فين؟ ما كانش ساعتها الفيديوهات والصور بيتقال عليها اكيد نسى. بقى دلوقتي ليه؟ عقلوها بس. ما كنت اتنيلتي عقلتيها انت ورحمتي الراجل من المرمطه اللي مرمطتيها له ده يخرب بيت النسوان. عقلوها وقفوا جنبه وانصفوه. ما تضيعوش انجاز بلدكم، ما تضيعوش انجاز بلدكم. خناقه 2 ضراير حولتيها مستر محسن ممتاز يا استاذ رأفت الهجان على البلد يخرب بيتك. ما تلصقوش ورا الجان ورا ناس مدفوعة مهجورة. مش ورا إحساسكم بس، مش ورا إحساسكم. ربنا هيبين الحقيقة. ده انا اصلك واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انت مش راجعه معانا ولا ايه؟ لو تابعت الفيديو لغايه هنا انزل قول لنا رايك في التعليقات على كل اللي شفته في الحلقه ديت، واستنانا فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.